أنا أقول لك إصابات لاعبي الأهلي قبل مباراة شبيبة القبائل. أول لاعب معانا هو إمام عاشور، وإمام عاشور كان غايب بقاله فترة كبيرة، بس الحمد لله بنسبة 100% إمام عاشور جاهز للمباريات، ولكن مستني قرار المدرب. ونيجي لتاني لاعب هو أحمد السيد زيزو. وأحمد السيد زيزو اتصاب في مباراة مصر مع أوزبكستان. الإصابة كانت عبارة عن شد خفيف في الأوتار حوالين الركبة، ولكن هيغيب مباراة كاب فيردي مع منتخب مصر، ولكن هيرجع على مباراة شبيبة القبائل. معانا تالت لاعب وهو اللاعب أحمد رضا. أحمد رضا اللي كان غايب بقاله فترة كبيرة، يروح في إصابة يرجع في إصابة تانية، بس أحمد رضا خلاص جاهز بنسبة 100% وجاهز للمباريات ومستني أيضا قرار المدرب. نيجي الرابع لاعب هو نجم الإصابات اللي من ساعة ما جه الأهلي وهو مبيعملش حاجة في النادي الأهلي غير إن هو بيتصاب. أشرف داري. أشرف داري خلاص رجع للتدريبات الجماعية ونزل التدريبات تدريب كامل، وخلاص أشرف داري جاهز بنسبة 100% للمباريات. خامس لاعب معانا وهو محمود حسن تريزيجيه، اللي اتصاب في نهائي كأس مصر، عفوا كأس السوبر المصري، ولكن محمود تريزيجيه هيغيب بنسبة كبيرة، هيغيب عن مباراة شبيبة القبائل لإصابة بالشد في العضلة الخلفية. وسادس لاعب معانا هو حسين الشحات، وحسين الشحات غايب من بعد مباراة كهرباء الإسماعيلية. حسين الشحات دلوقتي بيعمل برنامج التأهيلي، وإن شاء الله يرجع قريب في أسرع وقت. ونيجي لسابع لاعب وهو ياسين مرعي، واللي طلع عنه خبر إن هو ممكن ما يلعبش مباراة شبيبة القبائل، بس ياسين مرعي بأكد لك إنه جاهز لمباراة شبيبة القبائل 100%. وبس كده، سلام.